ولحتى نعمل أنجح طريقة للبروستد وبدون بيض تابعوا معي الطريقة للآخر. في البداية رح نحتاج للدجاج. الدجاج هون منظف وجاهز، بنحط عليه المي الباردة حصرا، معلقة من النشا، البهارات المشكلة، البابريكا المدخنة، الباقة العطرية، بهارات الدجاج والملح. بنحركهم مع بعض، نتركهم من ساعتين لليلة كاملة بالثلاجة. وهلأ هون الطحين، كل كوب من الطحين بيحتاج نص معلقة من النشا. عندي هون كوبين من الطحين، حطيت عليهم معلقة كبيرة من النشا، حركتهم مع بعض وبننزل عليهم الدجاج بننزله أول مرة، وبنشيل أي طحين زيادة عليه، بننزله في المي الباردة، بنرجع بننزله في الطحين، نضغط عليه بهاي الطريقة مثل ما انتم شايفين لحد ما ياخد طبقة بهذا الشكل. مهم جدا ننفض الطحين الزيادة لحتى ما يصير عندنا تكتلات بالطحين وناخد التمويجة الحلوة للبروستد. أما بالنسبة للزيت لازم يكون عندنا كتير حامي لما ننزل فيه حبات الدجاج. بننزل كمية الدجاج اللي عنا، وكتير مهم أول ما ننزل الدجاج ننزله على زيت كتير حامي لحتى طبقة الطحين تمسك بالدجاج، وبعدها بنوطي النار شوي لحتى تستوي من جوا وما تنحرق من برا. بعد ما ياخد اللون من الجهة الأولى بنقلب الدجاج على الجهة الثانية، وبس ياخد اللون اللي بدنا إياه وياخد اللون الذهبي ونتأكد على أي حبة عنا إنه من جوا مستوي تماما، بنطلعه من الزيت، بنصفيه بهاي الطريقة. أنا بفضل دائما نصفيه على شبك لحتى الطبقة اللي تحت ما تصير عنا طرية. وهاي عنا حبات الدجاج من جوا، شوفوا ما شاء الله، ولا نقطة دم، وأنظف وأطيب من الجاهز بمراحل.